السلام عليكم ورحمة الله. أتحدث مع حضراتكم اليوم في الإصلاح الاقتصادي، وبرامج الإصلاح الاقتصادي تمثل حزمة متكاملة من سياسات الاقتصاد الكلي تنفذ في المدى القصير والمدى المتوسط والمدى الطويل. وعادة الدول تلجأ إلى برامج الإصلاح الاقتصادي لزيادة النمو الاقتصادي للدولة وتحقيق معدلات عالية من الرفاهية للمواطنين. تتضمن تلك البرامج عدد من السياسات التي تستهدف إدارة كل من جانبي الطلب الكلي والعرض الكلي بهدف احتواء العجوزات الداخلية والخارجية. والعجوزات الداخلية والخارجية يجب احتوائها، وأيضا تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي ودفع مقومات النمو الاقتصادي فيما يعرف بسياسات العلاج بالصدمة. وفي الإصلاح الاقتصادي يجب أن تأخذ الدول نظرية العلاج بالصدمة، حيث تشتمل هذه البرامج على نوعين من سياسات الإصلاح. يتمثل الأول في سياسات التثبيت أو الاستقرار الاقتصادي، فيما يتمثل الثاني في سياسات التكيف الهيكلي. فمن حيث سياسات التثبيت أو الاستقرار الاقتصادي فهي تتضمن عادة حزمة من الإجراءات تستهدف تحقيق التوازن ما بين جانبي الطلب الكلي والعرض الكلي بهدف القضاء على الاختلالات الاقتصادية القائمة من خلال الاتجاه إلى خفض مستويات الطلب الكلي مع توجه نحو إعمال آليات السوق، وذلك باستخدام كل من السياسات المالية والسياسات النقدية وسياسات سعر الصرف. فعلى صعيد السياسة المالية تستهدف الإصلاحات احتواء العجز في الموازنة العامة من خلال خفض وترشيد الإنفاق الجاري ورفع مستويات كفاءته عبر تقييد الأجور ومزايا الضمان الاجتماعي. 2. إعادة النظر في مختلف أنواع النفقات التحويلية، لا سيما نظم دعم السلع الاستهلاكية والخدمية، وذلك باتجاه تحرير أسعارها وتبني نظم أكثر فاعلية لاستهداف الفقراء وتعزيز دور شبكات الأمان الاجتماعي. 3. زيادة مستويات كفاءة الإنفاق الرأسمالي من خلال التركيز على مشروعات البنية الأساسية وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات. أما على جانب الإيرادات العامة فتستهدف السياسات زيادة حصيلة الضريبة، حيث أن زيادة الحصيلة الضريبية يتم من خلال توسيع القاعدة الضريبية ورفع معدلات الشرائح الضريبية وإعادة النظر في الامتيازات الضريبية المعطاة فعليا. وعلى صعيد السياسة النقدية أيضا تستهدف هذه السياسات احتواء الزيادة في معدلات الطلب الكلي عن طريق تبني سياسة نقدية تقييدية، بحيث يتم تقييد مؤسسات الائتمان، حيث تركز على عدم زيادة الائتمان المحلي عن المقدار اللازم لتمويل الناتج الحقيقي بهدف تقليل مستويات الطلب الكلي، وأيضا تقليل التضخم واحتواء العجز في موازين المدفوعات. وتركز أيضا تلك السياسات على صعيد أسعار الصرف على تخفيض قيمة العملة المحلية، والتي عادة ما تكون مقومة بأكثر من قيمتها الحقيقية، بما يساعد على استعادة توازن موازين المدفوعات. ونرى ذلك واضحا في تعويم سعر الجنيه في الفترة أو الفترات الأخيرة على فترات معينة، وذلك ضمن سياسة أو حزمة السياسات التي تستهدف الإصلاح الاقتصادي.
أما على صعيد سياسة التكيف الهيكلي، فتسعى الدولة إلى تحقيق التوزيع الأمثل للموارد الاقتصادية بما يساعد على زيادة مستويات العرض الكلي، ويغلب على هذه السياسات الطابع القطاعي، حيث توجه إلى زيادة مستويات الصادرات وإلى ترشيد دور الحكومة في الاقتصاد لصالح زيادة دور القطاع الخاص بهدف دعم النمو الاقتصادي في الأجلين المتوسط والطويل. وتقوم الحكومة في هذه الحزمة من السياسات بتقليص دور الحكومة وإعطاء الفرصة الأكبر للقطاع الخاص. وتتضمن هذه السياسة عدد من التدابير التي تستهدف تعبئة الموارد المحلية عن طريق السياسة المالية والنقدية والائتمانية وإصلاح هيكل الحافز الاقتصادي وتحسين كفاءة تخصيص الموارد بين القطاعين العام والخاص. وأيضا تتجه إلى تحرير سعر صرف العملة المحلية وإزالة القيود في أسواق السلع والمنتجات وزيادة مستويات كفاءة الجهاز الإداري للدولة. وأيضا تعمل على التوسع في منح الحوافز والتسهيلات للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر. وهنا يمكننا القول أن الدولة تتجه إلى تقليص دورها الأساسي والرئيسي وإعطاء فرصة أكبر لتمكين القطاع الخاص في هذا المجال. فيما يتعلق بتأثير برامج الإصلاح الاقتصادي على النمو الاقتصادي، تؤكد عدة دراسات على أهمية تلك البرامج في حفز النمو الاقتصادي وتحرير الاستقرار الاقتصادي، بيد أن تأثير تلك السياسات على النمو الاقتصادي يختلف حسب المدى الزمني لتطبيق تلك الإصلاحات وحسب نوعها. وما إذا كانت سياسات للتثبيت أو الاستقرار الاقتصادي أو سياسات للتكيف الهيكلي كما سبق وأشرنا. أيضا في هذا السياق تشير الدراسات إلى أنه رغم نجاح سياسات التثبيت أو الاستقرار الاقتصادي في عدد من الدول في احتواء الزيادة في مستويات الطلب الكلي، إلا إنها عادة ما تكون ذات تأثير غير مواتي على مستوى العرض الكلي ومن ثم معدل نمو الناتج المحلي، فيخرج ذلك عن سيطرتها. وتوضح الدراسات أنه غالبا ما ينتج عن تطبيق تلك الإصلاحات في الأجل القصير آثارا غير مواتية على مستويات الناتج والتشغيل، حيث يؤدي إلى خفض مستويات الأجور وتؤثر على مستويات توزيع الدخول ورفاهية الأفراد، فيؤثر ذلك سلبا على رفاهية الأفراد. وأيضا يؤثر بارتفاع نسبة الفقر في تلك البلدان. ولذلك قامت الحكومات بإنشاء شبكة للضمان الاجتماعي تضمن حد أدنى للمواطنين بحيث لا يقعوا اقتصاديا كما نذكر، فإن عند وقوع أو نزولهم تحت خط الفقر فإن هناك شبكة للضمان الاجتماعي تحمي الأفراد من الوصول إلى هذه المرحلة، وتؤدي إلى ارتفاع مستويات أيضا عندما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الفقر. في المقابل فإن استمرار تنفيذ تلك الإصلاحات يسهم في الأجلين المتوسط والطويل في دعم مستويات الناتج والتشغيل ورفاهية الفرد. فعلى المدى المتوسط والطويل تبدأ الدولة بالوصول إلى مستويات ومعدلات نمو مناسبة يمكن أن يشعر بها المواطنين في الأجل الطويل. أما فيما يتعلق بسياسات التكيف الهيكلي، فنظرا لكونها ترتبط بإعادة تشكيل دور القطاع العام في الحياة الاقتصادية وإعمال آليات السوق بهدف زيادة مستويات مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي فيما يعرف بسياسة الخصخصة، فغالبا ما ينتج عنها ارتفاع كبير في معدلات البطالة الصريحة نتيجة تسريح العمالة من القطاع العام. فعلى الرغم من فلاسفة الإصلاحات الهيكلية التي تقوم على فرضية قدرة القطاع الخاص على استيعاب هذه العمالة،
حال تنفيذ هذه الإصلاحات، إلا أن تجارب العديد من الدول أشارت إلى أن ارتفاع وتيرة نمو الناتج في القطاع الخاص بما يسمح باستيعاب العاطلين عن العمل تحتاج إلى وقت طويل جدا، كما أن قدرة القطاع الخاص على استيعاب العمالة الكبيرة التي تم تسريحها تعد محاولة مقارنة بحجم العاطلين عن العمل، بما يؤدي إلى زيادة حجم العمالة في القطاع الخاص في القطاع غير الرسمي، وزيادة ملموسة لمعدلات البطالة نتيجة تطبيق هذه الإصلاحات. ومن جهة أخرى فإن تلك الإصلاحات عادة ما كانت السبب في إعادة توزيع الثروات في المجتمعات وظهور تكتلات ومناطق نفوذ اقتصادية وسياسية تضعف كثيرا من تأثير تلك الإصلاحات. يمكننا القول أن سياسات الإصلاح الاقتصادي تكون صعبة على المواطنين بصفة عامة، ولكن الدولة تنظر إلى المدى البعيد وتنظر لأنه لا بد من تنفيذ تلك الإصلاحات، وإلا سيحدث اختلال شديد جدا قد يؤدي في بعض الأحيان إلى الدخول في مرحلة النفق المظلم، أو الدخول في مرحلة غير مدروسة بالنسبة للدولة، قد تؤدي إلى صدمات اقتصادية عنيفة وتؤثر على اقتصاديات الدول وعلى بقائها. الموضوع كبير جدا ويحتاج إلى شروحات ومحاضرات كثيرة. انتظرونا في محاضرات قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.